بسم الله الرحمن الرحيم. حبايبي طلبة تالتة ثانوي، النهاردة إن شاء الله بنحل مع بعض النماذج الاسترشادية، بس هنركز في الفيديو ده على الكهربية. يعني فيديو للكهربية، فيديو للعضوية، فيديو للاتزان، عشان تبقى الفكرة على بعضها موجودة. فهنمشي كده وندور على أسئلة الكهربية. افتكر بس إن احنا بادئين بالنموذج إيه. واحنا ماشيين كده هنتلاقي السؤال رقم 3 بيقول: لترسيب 1 مول من الفلز اكس يتطلب 3 فاراداي. يبقى العنصر ده تكافؤ ثلاثي. اي مما يلي يمثل صيغة العنصر. طبعا هندور على الصيغة اللي العنصر فيها واخد التكافؤ الثلاثي، بس طبعا هو كاتب الصيغة شكلها مش مظبوط. السؤال رقم 6: أي مما يلي يحدث عند غلق دائرة خلية جلفانية؟ الأنيونات طبعا بتروح ناحية الأنود، ده مظبوط. تتجه الكاتيونات نحو الأنود، لا. الإلكترونات بتخرج من الموجب، لا، بتخرج من الأنود السالب. تتجه الإلكترونات من الكاثود، لا، من الأنود. يبقى الإجابة الصح الإجابة ألف. السؤال رقم 14 بيقول: احسب عدد الساعات، يعني عاوز الزمن. يبقى لازم نوصل الأول لكمية الكهربية لتيار 5 أمبير هيرسب لنا 6 جرام 35% من النحاس. يبقى أول حاجة أقولها إن الواحد مول من النحاس بيحتاج 2 فاراداي. ده القانون اللي أنا همشي عليه لأن النحاس ثنائي. طب هو عاوز من النحاس كتلة، يبقى كان لازم يدينا على جنب كده إن النحاس ب63.5 عشان أشيلها مكان المول. بيحتاج 2 فاراداي، يعني 2 في 96500. دي الخطوة الأولى. الخطوة التانية بقى: طب عشان أرسب 635 همرر 5 أمبير في زمن قد إيه؟ خلي بالك الزمن هنا هيطلع بالثواني، فلازم بعد ما تطلع الناتج تقسم على 3600 عشان يقلب بالساعات. نحسب كده على الآلة الحاسبة. طلعت الإجابة هنا 1.7. يقاس الجهد القياسي للقطب E في الظروف القياسية. أي مما يلي لا يمثل الظروف القياسية أثناء القياس. درجة الحرارة 25 درجة مئوية. تركيز المحلول بيبقى 1 مولاري. هو تركيز المحلول هنا المفروض يبقى تركيز الإتشات الموجبة. يتم وضع المحلول KNO3 في خلية القنطرة. ماليش علاقة بالظروف القياسية. الضغط 1 ضغط جوي، ظروف قياسية. إن بنستخدم قطب الهيدروجين القياسي لحظة القياس. السؤال رقم 26 بيقول: تحتوي الخلية على مصهور كلوريد الصوديوم. طبعا طالما مصهور كده كده الصوديوم هيتكون عند الكاثود، وغاز الكلور هيتصاعد عند الأنود. والخلية التانية بتحتوي على محلول NaCl. يعني احنا لو جينا هنا ده القطب الموجب السالب، الموجب السالب. الموجب هنا طالما دي خلية تحليلية يبقى ده الأنود، وده الكاثود، وده الأنود، وده الكاثود. لما انا اجي اعمل تحليل كهربي الصوديوم موجب هيظهر عند القطب السالب، يعني الصوديوم هيظهر هنا، يبقى غاز الكلور هيتصاعد عند الانود. الناحيه الثانيه محلول هيحصل منافسه، كده كده الكلور كسبان في المنافسه فهيتصاعد عند الانود، ويتصاعد غاز الهيدروجين بدل الصوديوم لانه هيكسب الصوديوم. يبقى عند التحليل الكهربي اكس هيبقى الكلور، يعني دي غلط. واي هيبقى الصوديوم، نفس الاجابه. زد هتبقى الكلور، خلاص يبقى الإجابة الصح الإجابة الأولى. السؤال رقم 38 اللي بيقول: دي جهود اختزال. طالما اختزال يبقى الصغير هو اللي فوق، أصغر رقم فوق يبقى الA، ثم الB، ثم الC، ثم الD، يعني ماشيين بالترتيب. لو أنا عاوز الخلية التي تعطي أكبر قوة دفع يبقى A مع D، والA يبقى الأنود، والD يبقى الكاثود. الA يبقى الأنود، والD يبقى الكاثود. سؤال 43: أي من الجمل التالية يمثل إحدى خواص خلية الوقود؟ ما بتستهلكش. يتم إمدادها بمصدر خارجي للتيار، لأ، بالوقود. تختزن الطاقة الكهربية في صورة مادة الكاثود والأنود. يختزل غاز الأكسجين، مظبوط، عند الأكسجين. الهيدروجين بيحصل له أكسدة، والأكسجين كان بيحصل له اختزال.
ندخل على النموذج. السؤال رقم 21، احسب حجم غاز الكلور المتصاعد لو مررنا 19300 كولوم والنحاس تكافؤه ثنائي. نقول 1 مول من غاز الكلور بيحتاج إلى زد فردي. طالما هو عاوز يشتغل حجم يبقى نحط 22.4 لتر، والكلور بيعوز 2 فردي. طب انت هتشتغل بالفردي ولا بالكولوم؟ بالكولوم. يبقى نسيب ال 22 ونروح الناحية التانية نضرب في 96,000 وإيه؟ و500. طب لو احنا مررنا 19,300 يتصاعد كام؟ ونضرب طرفين في وسطين ونطلع الناتج. السؤال 22 بيقول أي مما يلي يؤدي إلى توقف مرور التيار؟ ساق من الخرسين وساق من النحاس. استهلاك أيونات النحاس تماما. مظبوط، لأن لو أيونات النحاس اللي في الحوض خلصت اللي هيترسب مين؟ تشيل القنطرة، صح، بعد فترة. استهلاك قطب النحاس ما يهمش، احنا عايزين اللي يترسب. ألف وب، صح. بس استهلاك أيونات النحاس يوقف التفاعل المباشر، أما إزالة القنطرة هيوقفها بعد شوية. إذا علمت أن جهود برضو اختزال، يبقى الصغير هو اللي فوق، أصغر رقم فيهم هو الألمنيوم، هو اللي فوق، يليه عنصر الحديد، يليه النيكل، يليه النحاس. ماشي؟ أي الجمل الآتية صحيحة؟ النحاس يؤكسد الألمنيوم، حصل، ولا يؤكسد الحديد، لا بيأكسدهم كلهم. بس طبعا الجملة مش مكتوبة صح، المفروض أيونات النحاس تؤكسد ذرات الألمنيوم، بس يعني هنمشي. النيكل يختزل الحديد، ما يقدرش يختزل، يعني يحل محل. الألمنيوم يؤكسد، الألمنيوم ما بأكسدش حد، ده وانشط واحد فيهم. الحديد يؤكسد الألمنيوم ويختزل النيكل، ده مظبوط، بس الصياغة مش علميا مظبوطة. جهد الأكسدة لأفضل عامل مختزل. طبعا أفضل عامل مختزل هو أفضل واحد بيحصل له أكسدة، يبقى أنا هاخد أكبر رقم حصل في عمليات الأكسدة. هندخل بقى على النموذج الثالث اللي هو ما كانش ليه عنوان أصلا، مش عارف ماليش عنوان هنا، بس هو من النماذج الكويسة. السؤال رقم 22، التفاعل الذي يحدث في خلية. هنا عامل لنا الإكس أكسدة وعامل لنا الواي اختزال. طب الجهود اللي هو عاتها لنا إيه؟ عاتها لنا الاتنين جهود اختزال. طيب هو عايز يعرف نوع الخلية والقوة الدفع. تعال نحسب الأول القوة الدفع. طب إيه القانون اللي إحنا هنمشي عليه؟ طالما الاتنين اختزال يبقى الكاثود ناقص الأنود. طب لو كانوا الاتنين أكسدة يبقى الأنود ناقص الكاثود. طب مين الأنود بقى في المعادلة؟ الإكس. يبقى الإكس ناقص الواي. الإكس بكام؟ سالب، معلش احنا لو بصينا تاني فوق، الإكس هو اللي كان أنود والواي هو اللي كان كاثود، يعني الواي ناقص الإكس، يعني 23 ناقص سالب 56 بتساوي 3 و6 9، 79. يبقى هي خلية جلفانية لأن إشارتها موجبة وقوتها الدفع 79. التفاعل الذي يحدث عند المصعد، عند الأنود يعني أكسدة، عند التحليل الكهربي لمصهور بروميد الصوديوم. اتفقنا قبل كده إن بروميد الصوديوم هيروح للكاثود، لكن البروم هو اللي هيتصاعد عند الأنود. يبقى الحل هنا أبعد عن الصوديوم خالص وإجابتي تبقى مع البروم. طب الأنود بيحصل عنده إيه؟ أكسدة، يبقى دي معادلة الأكسدة. دي ما تنفعش لأنها معادلة اختزال. السؤال رقم 24 بيقول إذا مر مول واحد من الإلكترونات. طبعا مول واحد من الإلكترونات يعني فردي واحد، في مغنيسيوم ثنائي وفضة أحادي وألمنيوم ثلاثي. طبعا بغض النظر عن المنافسات وإن الكلام ده مش مظبوط أصلا، بس إحنا هنمشي على السؤال اللي هو جايبه. يا ترى الواحد فردي لما يعدي على الثلاثة دول يرسب كام مول من كل واحد؟ تعال نحطهم قصاد بعض كده: ألمنيوم، فضة، مغنيسيوم. هنقسم كمية الكهربية اللي مرت في الدايرة على تكافؤ كل واحد، يعني مررنا فردي على ثلاثي، فردي على أحادي، فردي على ثنائي. بس واضح إن في الإجابات هو عاوز رقم صحيح، فلازم نضرب في 6 عشان نصحح الأرقام. يبقى هنا 3
وهنا 6 وهنا 2، يعني 2 و6 و3. وافتكر إن عدد المولات عكس التكافؤ. السؤال 25: أي مما يلي يعد سببا لتوقف خلية الزئبق عن العمل؟ هو عامة الخلية بتتوقف العمل لو في رص بيتكون، لو مادة الأنود خلصت، لو أيونات اللي بتترسب على الكاثود خلصت. فلو بصينا في الإجابة سي، استهلاك الكاتيونات نصف الكاثود، هو قصده هنا أيونات الزئبق الثنائي خلصت، يبقى مين اللي هيترسب؟ فالتفاعل طبيعي هيقف. السؤال 26: إذا مر تيار مقداره نص أمبير لمدة 20 دقيقة، طالما اداني التيار والزمن، أروح أجيب الأول كمية الكهربية، أضرب النص في 20 في 60، يطلع 600 كولوم. هو عايز بقى في مسحور NaCl، يبقى الصوديوم هيتكون والكلور هيتصاعد. عاوز حجم الغاز الايه الناتج. طب ما الغاز هو الكلور، أقول له 1 مول من غاز الكلور بيحتاج إلى زيت فردي. طب انت عاوز حجم، يبقى نشيل المول ونحط 22 و4 من 10. طب احنا عايزين التكافؤ، التكافؤ ثنائي اللي هو الكلور، احادي بس هما كلورتين، بضرب في 2 وارجع اضرب في 96000 وايه و500. الخطوة الثانية، عاوز الحجم، احط س، لو اتكون 600 كولو، واضرب طرفين في وسطين واختار الناتج بقى على حسب المسألة. خلي بالك الناتج هنا كله بالملي، انت هتطلع الناتج باللتر، يعني لازم تضرب في 1000. السؤال 27: أي مما يلي يعد سببا لاستخدام الخرسين كحماية آنودية للإيه؟ يعني الحديد لو غطيناه بالخرسين دي حماية آنودية. أكيد لأن جهد تأكسد الخرسين أعلى، أو أكيد جهد اختزال الحديد أعلى. يعني ده أعلى في الأكسدة أو ده أعلى في الاختزال. ندور على الجملة. هل لأن جهد اختزال أهو الخرسين أكبر؟ لأ، الأكسدة اللي أكبر. طب هل جهد اختزال الخرسين أقل؟ أيوه دي مظبوطة، جهد اختزاله أقل يبقى جهد أكسدته أكبر. أي مما يلي يعد صحيحا عند شحن بطارية الرصاص الحامضية؟ طبعا لما نشحن، يعني لو أنا كان معايا مثلا آنود سالب كان عبارة عن بي هيتحول لبي سي او 4. في الحالة دي الشحن هنرجع تاني، والانود ده هيختفي ويتقلب باسم كاسود لانه هيبقى اختزال. ونفس الكلام اللي كان كاسود وكانت شحنته موجب كان عنده ثاني اكسيد الرصاص وهيقلب براسب كبريتات الرصاص. هنقلب بقى كلمة الكاسود ونقلبها انود في الشحن ونغير الاتجاه. هو بيقول تتحول عنصر الرصاص الى اكسيد رصاص. اولا مفيش رصاص، ده المفروض كبريتات الرصاص اللي هتحول. اقول له لا، أقول له لا، لازم كبريتات. تتحول كبريتات الرصاص أيوة إلى أكسيد رصاص أيوة عند الأنود، حاليا عند الأنود. جملة مظبوطة. السؤال 29 بيقول تختلف خلية الوقود عن باقي الخلايا. طبعا خلية الوقود ميزتها إن هي بتحصل على الوقود من مصدر خارجي. هنخش على النموذج رقم 2. السؤال رقم 23: أي من الاختيارات الآتية لا يمثل تفاعل كاسود؟ طبعا الكاسود بيحصل عنده اختزال، هو بيقول لا يمثل يعني مش اختزال. لو احنا بصينا للتفاعل الأول، داخل بموجب 2 خارج بموجب 3 زاد، يبقى ده عملية أكسدة، يبقى أكيد الإجابة المظبوطة، لأن أكيد الباقي كله اختزال أهو. موجب وبقى صفر اختزال، صفر وبقى سالب اختزال، موجب وبقى صفر اختزال، وهو مش عايز الجملة اللي فيها اختزال. المعادلتين التاليتين تعبران عن عملية اختزال لكل منهم. طبعا احنا لو بصينا لجهد الاختزال ده وجهد الاختزال ده بالذات كبير، يبقى اذا الاي فعليا هو اللي حصل له اختزال، يبقى البي حصل له اكسده، يبقى كده البي انشط من ايه. ماذا يحدث لو حطينا مسحوق من الاي في محلول فيه ايونات بي؟ ما يحصلش حاجه، لان انت حاطط عنصر اقل نشاطا في محلول اكثر نشاطا، يبقى نختار كلمه لا يتغير. كميه الاكسجين التي يمكن تحريرها باستخدام 56,000 كولوم.
يبقى هنتكلم عن غاز الأكسجين. الواحد مول من الأكسجين بيحتاج إلى زيت فردي. أنت عاوز لترات يبقى 22.4، عايزين 4 فردي، يعني 4 في 96,500. يبقى هيظهر أكسجين قد إيه لو مررت 56,000 كولوم، واضرب طرفين في وسطين واشوف المقص يقول ايه. 26 من الاقطاب الموضحه. طبعا العناصر اللي جايبها كلها اكسده، طالما كلها اكسده يبقى الكبير فوق، اكبر رقم فيهم هو الايه، ثم الدي، ثم السي، ثم البي. هو عاوز اكبر قوه دفعه بين اقوى عامل مؤكسد واقوى عامل، يعني ايه مع بي، يعني 1.3 مع بي اللي هو -2.4، يعني 1.3 ناقص -2.8، يعني فيها 4.1. في خلية تحليل كهربي لمحلول كبريتات النحاس باستخدام قطبين من النحاس. طالما استخدم أقطاب من النحاس وهي أقطاب نشطة، يبقى النحاس هينزل يدوب واللي دايب هيطلع يترسب. يا سيدي الانود يزيد ازاي؟ الانود لازم يقل. تقل كتلة الانود ماشي، ولا يتغير. صح، ليه؟ لان معروف ان الاقطاب لما تكون اقطاب نشطة الايونات اللي في المحلول بتفضل زي ما هي. السؤال رقم 29. عند مرور تيار 12 امبير لمدة 10 دقائق. طبعا 12 امبير لما نضربهم في 10 ودقائق ب60، ال 12 في 6 ب 72، صفرين، يعني معانا 7200 كولوم مروا في الدايرة. رسبوا لنا 6 جرام، كل 6 جرام هيترسبهم عايزين 7200 كولوم. ادي المعلومة. نرجع بقى للمعلومة الأساسية. العنصر تكافؤه ثنائي، يبقى هو عاوز 2 فردي عشان يرسب قد ايه؟ مول. ما هو المول بيحتاج إلى زد فردي، وهو تكافؤ ثنائي يبقى 2 فردي. اضرب طرفين في وسطين اطلع المول ده كتلته بكام. نحسبها كده على الآلة الحاسبة ونرجع. طلعت 160 83. الشكل المقابل يوضح صفيحة من المغنيسيوم. مالها بقى صفيحة المغنيسيوم دي؟ متصلة بقضيب من الحديد، يبقى في كده أكسدة عند المغنيسيوم واختزال عند الحديد. أي العبارات صحيحة؟ يعمل الحديد كاسود، حصل لأنه أقل نشاط، ويحصل أكسدة للمية. لا، الأكسدة بتحصل للمغنيسيوم. يعمل الحديد ككاسود، حصل، ويحدث اختزال للأكسجين. مظبوط. ندخل بقى على نموذج امتحان رقم 3. سؤال رقم 17. أي الاختيارات التالية صحيحة أثناء عمليات التفريغ؟ والله التفريغ هو بقول يزداد التركيز. طبعا في التفريغ التركيز بيبدأ يقل ويضعف، يبقى الإجابة يا ج يا د. وعند الأنود الرصاص بيقلب كبريتات رصاص، وعند الكاثود ثاني أكسيد الرصاص بيقلب كبريتات رصاص. وبقول ويتكون كاتيون الرصاص الرباعي عند الأنود. أولا اللي بتكون كبريتات ثنائي. يقل تركيز ويتكون الرصاص الثنائي عند الأنود. حصل. دي إجابة مظبوطة. 18. الجدول التالي يعبر عن جهود اختزال. يبقى الصغير فوق اللي هو الواي، ثم الزد، ثم الاكس. عند تغطية اكس وواي بزد، يعني واي ده هنغطيه بزد، يبقى انت كده بتغطيه بعنصر اقل نشاط، يبقى حماية كاسودية. وهنغطي اكس برضه بزد، يبقى انت بتغطيه بعنصر اكثر نشاطا، تبقى دي حماية ايه؟ انودية. يبقى اذا حماية انودية لاكس وكاسودية لواي. عند امرار تيار كهربي شدته 2 امبير لمدة 10 دقائق، يبقى اول حاجة نجيب كمية الكهرباء. 2 امبير في 10 في 60، الاتنين في 10 ب20 في 60 ب1200 كولوم. دي الكهرباء. مرت في احد الايه؟ اكاسيد الفلزات، فان غاز الاكسجين المتصاعد. اقول له الواحد مول من غاز الاكسجين بيعوز 4 فردي. نشيل المول ونحط 22 و4
من 10 بيعوز 4 في 96,500. اللي قلبت كولوم لأنه هيشتغل بالكولوم. طب هيظهر حجم قد إيه لو أنت مررت بقى 1200 كولوم؟ نضربها مقص ونشوف تطلع بكام. بالتالي كانت طلعت دي. السؤال رقم 30. تبعا للمعادلتين، المعادلة الأولى حصل فيها اختزال، الاتنين اختزال وهو عاوز يروح للقوة الدافعة. يبقى الأول تحط القانون اللي أنت هتمشي عليه. طالما اختزال يبقى كاسود المعادلة ناقص أنودها. تعال نطلع للمعادلة. الألمنيوم هو الأنود، يبقى على طول الخرسين هو الكاسود. يبقى رقم الخرسين سالب 76 من 100، شيل منه سالب 1.67 تطلع 91 من 100. يبقى الإجابة المظبوطة هي الإجابة ب. 31 جايب لي جهود اختزال، يبقى الصغير هو اللي فوق سي ثم بي ثم ايه. بقول إيه أي مما يلي يعد خطأ. ماشي. ايه أقواهم كعامل مؤكسد، هي صح بس المفروض يقول أيونات. سي أقواهم كعامل مختزل، مظبوط. بي يتأكسد عند وجوده مع ايه، صح لأنه أنشط. يبقى كده الأخيرة غلط. ايه يسبق البي، إجابة خاطئة. سؤال 32 بيقول أي مما يلي يعبر عن الكتل المحتمل إن هي تترسب في خليتين، خلية فيها فضة وخلية فيها ألمنيوم، الاتنين متصلين على التوالي زي ما هو إيه، هو نفس الكهرباء. طب أحلها إزاي؟ إزاي أجيب علاقة بين الاتنين؟ أجيب علاقة الأول بين الكتلة المكافئة والكتلة المكافئة. أقسم الكتلة مثلا المكافئة للفضة على الكتلة المكافئة لمين؟ للألمنيوم، ونفس النسبة هتبان في الكتل المترسبة. يعني الفضة 108 على 1 ف 108، الألمنيوم 27 على 3 ف 9، 108 على 9 ف 12. دي معناها إن الفضة هترسب قد الألمنيوم 3 مرات. هل هنا الفضة مرسبة قد الألمنيوم 3 مرات؟ لا. 3 مرات؟ لا. معلش 12 مرة. 12 مرة. هل الفضة مرسبة قد الألمنيوم 12 مرة؟ يبقى الإجابة الصح ج. يبقى علشان نجيب نسب ترسيب نجيب نسب كتل مكافئة. 37 الخلية الموضحة بالشكل المقابل تستخدم في عمليات التنقية. تنقية مين؟ النحاس. طب مين الشوائب اللي فيه؟ ألمنيوم يسبقه، فضة تحته، رصاص يسبقه، ذهب تحته. طب انا بقسم التقسيمه دي ليه؟ لان النحاس هيدوب ويروح يترسب على الايه؟ على الكاثود، لكن الالومنيوم والرصاص هيدوبوا بس. الفضه والذهب هيتمنعوا من الذوبان ويترسبوا في القاع. طب هو عايز بقى بيقول ما هي الايونات اللي كانت في الشوائب وهتفضل ايونات في الالكترولايت؟ الاثنين اللي فوق، الالومنيوم والرصاص. السؤال 42 بيقول في الخلية الجلفانية الموضحة حصل أكسدة للكادميوم، يعني الكادميوم هو الأنود، وكان جهد أكسدته 4/10. طيب هو عايز إيه في السؤال بقى؟ عاوز جهد أكسدة مين؟ الرصاص. طب ما أنا همشي على قانون القوة الدافعة، وطالما أكسدة يبقى الأنود ناقص الكاثود ده أول. القوة الدافعة كلها بكام؟ قايل اهوت على الجهاز 27 من 100. الأنود مين اللي حصل له أكسدة؟ الكادميوم. بكام؟ ب4/10 ناقص الكاثود أعتبره مجهول. أنقل دي وأجيب دي، يبقى 4/10 ناقص 27 من 100 ف13 من 100. ده جهد عنصر الرصاص. ندخل على النموذج رقم 4. السؤال 14 بيقول عند تنقية ساق من النحاس بها شوائب من البلاتين تحت، المغنيسيوم فوق، الحديد فوق، والدهب تحت، أي مما يلي يمكن أن يتواجد ذائبا؟ الأعلى نشاطا بيبقى دايب، النحاس نفسه بيبقى دايب، لكن الاتنين اللي تحت دول بيبقوا مترسبين. يبقى دور على مغنيسيوم وحديد ونحاس. خلية الوقود وخلية الزئبق من الخلايا الأولية الهامة.
تتشابه خلية الوقود مع خلية الزئبق طبعا من غير ما تفكر في الإلكترولايت، هما الاتنين نفس الإلكترولايت الكي او اتش. السؤال 18: عند توصيل قطبي بطارية الرصاص الحامضية بمصدر تيار خارجي جهده أعلى، طالما أعلى هنبدأ نشحنها. أي الاختيارات؟ طبعا هتختفي الخلية الجلفانية وتقلب تحليلية، لكن دي غلط، دي غلط. الجلفانية وتقلب تحليلية، وهتبدأ الاتشات الموجبة تزيد، يبقى قيمة البي اتش هتبدأ تقل، يبقى الإجابة الصح الإجابة د. في خلية تحليل كهربي لطلاء ميدالية من النحاس بطبقة من الذهب. طبعا معروف إن الميدالية اللي أنت عاوز تطليها لازم تشبكها في القطب السالب، أما أنت هتطلب الذهب يبقى لازم تجيب صاج ذهب قطب موجب، والحوض يبقى فيه أيونات الذهب. أي مما يلي خطأ: توصل الميدالية بالقطب السالب، لا ده صح لازم سالب. تركيز أيونات الذهب في المحلول يقل، دي غلط. تركيزه ثابت ما بتغيرش، لأن اللي بينزل من الأنود بترسب على الكاثود فمعوض بعضه. السؤال رقم 24 جايب لي المعادلة الأولى معادلة اختزال، والمعادلة الثانية معادلة أكسدة، وعاوز يعرف التفاعل ده تلقائي ولا غير تلقائي. أنا بفضل دايما إن أغير إشارة واحد فيهم وأقلبه أكسدة وأعكس الاتجاه وأغير الإشارة، يبقوا كده الاتنين إيه؟ أكسدة. طالما الاتنين أكسدة نبدأ نحسب القوة الدافعة. طب نمشي إيه؟ نمشي أنود ناقص كاثود. من الأنود هو الإكس، الإكس بكام؟ ب41 ناقص 3 ناقص 23، يعني فيها 64. طبعا طلع التفاعل إيه؟ تلقائي. طيب وكتلة القطب مين اللي بتقل؟ الأنود، والأنود اللي هو مين؟ الإكس. السؤال رقم 43 بيقول: لو تفاعل واحد حصل ما بين إكس وواي، بس إكس الأنود وواي الكاثود، والقوة الدافعة 1 واtt، والخلية التانية رقم 2 أهي زد الأنود ودبليو الكاثود والقوة الدافعة 1.5. طيب هو عايز إيه بقى؟ بيقول لو إحنا شبكنا الأقطاب المتشابهة من هنا وهنا، السالب مع السالب والموجب مع الموجب، وصلناهم مع التوازي، أي الإجابات الآتية هي إجابات صحيحة؟ طب إحنا لما نوصلهم على التوازي يبقى كده. بيقول الخلية واحد خلية جلفانية، طبعا مين هيشحن مين؟ 2 اللي هتشحن 1، يعني 2 هي اللي هتبقى جلفانية، يعني ده غلط. 2 اللي هتبقى جلفانية، 1 جلفانية برضه غلط. وماشي نشوف بقى النص التاني. والقطب زد هيشتغل أنود طبعا، لأن هو الأكثر نشاطا، دي صح من غير ما تفكر. بيقول في خلية التحليل الكهربي للتحليل 1 مول من البوكسايت، يعني أنا خدت Fe2، معلش خدت Al2O3 بس مول واحد. احسب كمية الكهربية بالفرضية اللازمة لتصاعد أول أكسيد الكربون وثاني أكسيد الكربون. احنا عارفين إن البوكسايت بيحتاج 6 فرضية. ليه 6 فرضية؟ لأن الألمنيوم تكافؤ ثلاثي وهم 2، يبقى عايزين 6 فرضية. دخلنا بقى في النموذج رقم 5. أي مما يلي يحدث في خلية الوقود: انتقال أيونات الهيدروكسيد نحو الكاثود، لا طبعا نحو الأنود. انتقال أيونات الهيدروجين نحو الكاثود، مش وحشة. اختزال الهيدروجين أكسدة، مظبوط بيسهل. جايب لي اكس وواي، عامل اكس عملية أكسدة وعامل واي عملية اختزال، بقول لك وعايزين نشحن البطارية دي. أنا بفضل برضو نقلب الاختزال نخليه أكسدة ونغير الإشارة. طيب إيه القانون اللي إحنا هنمشي عليه؟ طالما أكسدتين يبقى نود ناقص كاثود، أو خدها كبير ناقص صغير طالما الجهود بقت زي بعضها. 23 معلش اللي فوق هو الكبير، اللي فوق 1.4 ناقص 23
تطلع 1.17. طب عشان نشحن بطارية 1.17 لازم يكون جهدها أعلى من 1.17. ده الوحيد اللي أعلى، ده بيساوي ده أقل ده أقل. أي مما يلي يعد صحيح للحماية الآنودية للحديد. يعني لو أنا عايز أحمل حديد حماية آنودية لازم أوصله بعنصر أنشط منه. أنشط منه يعني إيه؟ يا أعلى منه في جهد الأكسدة يا أقل منه في جهد الاختزال. سؤال 18 بيقول مرر كهرباء مقدارها نص أمبير لمدة نص ساعة، يعني مرر 900 كولوم في عنصر تكافؤه ثنائي. العنصر اللي تكافؤه ثنائي يعني المول منه عاوز 2 فاراداي، يعني المول منه عاوز 2 في 96500. بقول بقى إن ال 900 كولوم دول رسبوا لنا الرقم ده، يعني ال 900 كولوم بيرسبوا لنا علامة 2 6 1 2. لو ضربت طرفين في وسطين أعرف المول بكام، وتطلع بقى الإجابة زي ما تطلع.